مرحبا بكم مجددا من قبل استديوهات المرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب من أجل تحليل مقابلة الافتتاح التي عيناها اليوم على الساعة 8 بين الفريق الوطني المغربي والفريق جزر القمر. قبل البدء الكل عرف هذه المقابلة الافتتاحية التي حضرتها عدة شخصيات من ضمنهم ولي العهد سيدي مولاي الحسن، وكذلك كل من رئيس الجامعة الدولية ورئيس الجامعة الإفريقية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. قبل أن نوضح هذا التحليل وبساعتين أو 3 ساعات قمت بنشر تحليل مسبق قبل هذه المقابلة، وكنت أعلم جيدا بأن المقابلة ستنتهي ب2 0، لأن كما عودنا طارق السكيتوي في انطلاقته بمقابلة المنتخب الوطني المغربي للرديف ضد جزر القمر، هي مقابلة تمهيدية وهي دراسة للناخب الوطني أي ناخب، ومثال ذلك الناخب الوطني وليد الركراكي أن يبصم بصمته بلاعبين الذين لا يغامر بهم في المقابلة الأولى، لأنه يعلم بأنه هو كان يعلم بأن الحلقة الأضعف في هذه المقابلة التمهيدية هو جزر القمر، لكن مقابلة في الشوط الأول بإضاعة ضربة جزاء برحيمي أصبح الشوط الأول يصعب على وليد الركراكي، نظرا لأنه جزر القمر كان منظما جيدا دفاعيا، وهذه هي عقلية المنتخبات الإفريقية ضد المنتخب الوطني المغربي. أصبح يعرفون قوة المنتخب الوطني المغربي والرجوع إلى الوراء، لكن لن يتأتى الهدف إلا في الشوط الثاني بعد تغيير 3 عناصر، لأن في الشوط الأول لن يكون هناك رأس حربة إلا بدخول كعبي ودخول الزلزولي ودخول كذلك بعض العناصر الأخرى التي غيرت مجرى اللاعب بلال خنوس وكذلك نصيري. المهم تأتى الهدف الذي حرر المقابلة ومقابلة المنتخب الوطني المغربي من أجل أن يأتي هدف الجميل والهدف الرائع للكعبي الذي أعطانا 3 نقاط ربما ستكون حافز للمنتخب الوطني المغربي ضد كل من مالي وزامبيا. ما يهمنا نحن كإعلاميين ورياضيين لن نسبق الأحداث في المقابلة الأولى التمهيدية إلا بولوج المقابلات التمهيدية في التمن، لأن ستصعب المقابلات، لأنه إما الخروج أو البقاء، يعني مقابلة التمن أو الربع والدخول إلى المربع الذهبي، وهو هذا ما يعطينا شحنة قوية لأن نتحفز كإعلاميين على المستوى الوطني المغربي من أجل أن نقنع الإعلام العربي والإفريقي على أنه المنتخب الوطني منتخب قوي، منتخب لديه من ترسانة لاعبين ما يجعل أن يذهب بهم وليد الركراكي إلى المربع الذهبي. وبيته القصيد هو الفوز بهذه النسخة، لأنه الكل يعلم بأنه بدون نزع هذه النسخة نكون قد ضيعنا نسخة بقلب الدار، بقلب المملكة المغربية، تكون في خزينة الجامعة الملكية لكرة القدم. تكتيكيا على مستوى الناخب الوطني في الشوط الثاني شيئا ما عرف تحرر على مستوى الخط الهجوم، لأنه الشوط الأول لن يلعب برأس حربة أو مهاجمين إلا في الشوط الثاني، ما غير مجرى المقابلة. لكن لن نسبق الأحداث وننتظر مقابلة مالي وزامبيا التي ستعطينا شيء ما تغيير مجرى الخطط التكتيكية لوليد الركراكي. هل لدى وليد الركراكي ما في جعبته أن يضاهي فرق كبرى مثل أو منتخبات من نيجيريا، جنوب إفريقيا، السنغال وكذلك الجزائر ومصر؟ يعني نحن ننتظر ما يجري في كواليس
ذهن وليد الركراكي من أجل أن يعطينا صورة خير معبرة عن المنتخب الوطني على أنه قادر على مواجهة أقوى المنتخبات الإفريقية. وهل باستطاعتنا أن نتربع على عرش المربع الذهبي وأن نمر إلى النهائي وأن نفوز بهذه النسخة؟ أنا في تحليلي المقتضب لا زلت أعين مقابلة بمقابلة من أجل الخروج بمعطيات ومستجدات واستراتيجية وليد الركراكي. هل فعلا وليد الركراكي لديه ما يثلج صدورنا كمغاربة على مستوى الداخل والخارج على إقناع منتخب وطني قادر على مجاراة كبريات الفرق والمنتخبات على صعيد المملكة المغربية؟ المهم هنيئا لهذا الفوز الثمين الذي أعطانا 3 نقاط. في انتظار المقابلة الثانية، إن سنفوز سنمر إلى الثمن النهائي. ربما ستتغير تحليلاتنا وستتغير عقليتنا كإعلاميين صحفيين من أجل أن نوضع الصورة غير معبرة للمنتخب الوطني المغربي في هذه النسخة من قلب المملكة المغربية. الشكر موصول لجميع من تتبع هذه الحلقة من خلال هذا العدد من خلال مرآة تيفي 24 عبر يوتيوب، وسنوضح لكم معالم الكرة المغربية على الآفاق المستقبلية للكرة القارية الإفريقية، وسننتظر ما سيجري في كواليس عقلية الناخب الوطني وليد الركراكي من أجل الذهاب بعيدا في هذه النسخة. وشكر موصول إلى من تتبع هذه الحلقة، وشكر موصول للعناصر الوطنية التي أعطتنا 3 نقاط ربما كتحفيز على الآفاق المستقبلية لهذه النسخة. كان معكم هشام الخضر من قبل استديوهات المرآة تيفي 24 عبر أثير اليوتيوب. في انتظار القادم سيكون أفضل، والشكر موصول.